ايه ده؟ انت عملتيها معايا تاني؟ يعني دايما تعملي فيها الفصل ده؟ طب اقول ايه؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ اتصرف انا ازاي والاكل على النار؟ هغيرك دلوقتي ولا هستنى شوية؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ الاكل ممكن يبوظ. طب انا افتكر انا كنت عاينة الجلد بتاع الانبوبة فين؟ طب انا هفك دلوقتي الجهاز ده ازاي؟ لازم اجيب المفتاح. طب الفترة اللي هتفضل دي يا ترى الاكل هيجراله حاجة ولا عادي؟ طب اغيرك دلوقتي ولا استنى؟ اعمل ايه؟ طب انا هعلي المنظم شوية، يمكن النار تعلى معانا. برضو ما فيش فايدة، كل مرة نفس الفصل، واخيرا لقيت الجلدة ولقيت المفتاح. طب هعمل ايه؟ هركبك دلوقتي ولا استنى؟ ادينا هنشوف. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعادة. انتوا دايما شفتوا الفصل اللي دايما بنقع فيه. كلنا دايما بنقع في الفصل ده، ان الانبوبة ما بتديناش اي تنبيه، وممكن تخلص مننا على فجأة في وقت انتي محتاجة. في الوقت ده خلاص الدنيا مكركبة حواليكي، مش عارفة تعملي ايه، الانبوبة بهدلتني. يعني كلنا بنبقى نتحط في موقف لا نحسد عليه بصراحة. انا كنت زي ما انتوا شايفين الروتين بتاعي بتاع كل يوم اللي كلنا بنعمله، ان انتي بتروقي شقتك، بتروقي مطبخك، وبعدين بتشوفي هتطبخي ايه. ويا ريتني ما شفت، لاني بصراحة اتفاجئت. جاتلي على فجأة، ما ادتنيش حتى تنبيه. دايما بتديني انذار مثلا قبلها بيوم او قبلها بيومين. طب انا هغيرها دلوقتي، مثلا اعمل حسابي لو جوزي موجود مثلا قبل ما يروح شغله يجيب لي الانبوبة. او انا اتصرف مثلا اطلعها قبلها، قبل ما اطبخ مثلا. والمشكلة كمان يا جماعة الادوار العالية، الله يكون في عون الناس اللي ادوار عالية بتبقى بهدلة. بس في اماكن كتير الحمد لله يعني عندهم غاز طبيعي. يا رب هيدخل عندنا قريب. كانوا بيقولوا الله اعلم بقى اذا كانت الخطة هتتنفذ ولا لا. سمعت من ناس كتير جدا ان هم هيدخلوا الغاز الطبيعي، يا ريت. الصابون دوت يا جماعة على فكرة انا كنت عاملاه في الفيديو، بس هو وقع عليه مية، بس انا حبيت اعرفكم يعني. انا كنت بروق تحت الحوض، يعني كنوع كده من المسح البسيط كده علشان تبقى الحتة نظيفة على طول. ما بحبش الكركبة، مش بحب ان الحتة عندي تبقى متبهدلة شوية. انا عندي الاصفر اللي في السيراميك ده جبت له كل حاجة بس ما فيش حاجة مقصرة معاه. ده كلور خام، جربته برضو ما فيش فايدة. الحتة دي انا حطيت لها اللي هو الجبس الابيض، فبيخليها يعني تفتح شوية نوعا ما. فانا على طول ايدي فيها كده بالفوطة بتاعة المطبخ، علشان تبقى المكان دايما يكون مرتب معايا وما يعني ما يبانش يعني يضايقني في المنظر العام. الازرق ده على فكرة هاربك سايب، حلو جدا للحمام والحواض. على فكرة جميل جدا يا بنات، وبيدي لمعة هايلة ليهم، وبقى هاتوه جربوه. فانا جيت بقى ادخل على البوتاجاز قبل برضو ما اكتشف حكاية الانبوبة. فانا عندي لازم ازق البوتاجاز شوية كده علشان اعرف اخرج الانبوبة. فانا غسلت البوتاجاز، وبحب دايما تبقى ايدي فيه على طول. خلي دايما ايدكم في البوتاجاز على طول. في ناس بتحب تركب عليه اللي هو الورق الفويل ده، انا بصراحة مش برتاح فيه خالص خالص. وبيغسلوه تقريبا اول باول برضو، بس الدهون بتلزق فيه رخم، ويعني ما بش بحبه خالص خالص خالص. فانا قلت بقى اشيل العيون واعمل اللي مكانها ده. في ناس هيقولوا طب ما انت ممكن بدل ما تقعدي تعملي بالسكينة كان ممكن تركبي ورق الفويل. فانا بصراحة بخاف منه ومش بحبه. حطيته كذا مرة بس مش برتاح فيه، بحس ان انا بتضايق وانا بغسل البوتاجاز. بحب ان انا اغسل البوتاجاز كده اول باول احسن. خلاص، فممكن تغسليه بقى بملح وخل. في ناس بتحب ترش كربوناتو اللي هو بتاع الطعمية، في ناس بتحب تحط بيكنج باودر. فانتي زي ما انت عايزه. انا بقى علشان بعمله اول باول فمش على طول بحط الحاجات دي. يعني ممكن كل فترة كده بقوم شايلة العيون ونقعها بقى في كربوناتو، على خل، على ليمون. على اللي هو الاساسي ملح الليمون. بقى ملح الليمون بيبقى جميل جدا. لما العيون تنقعها فيه نص ساعة كده بتخلي ما شاء الله العيون ترجع جديدة. بس اول ما بولع البوتاجاز بترجع زي ما كانت اكنها ما اتغسلتش.
النار اول ما بتوصل لها خلاص. انا بعد ما بغسله لازم بنشفه بقماشة قطن علشان المية ما تفضلش واقفة عليه. على فكرة المية بتجير الاستانلس. انا كان يومي عادي، وكان عندي يوم كان سوق. طبعا لما بتبقي متسوقة بتحبي تيجي ترتبي حاجتك. انا بما ان اليومين دول موسم البرتقان والسفندي كان طلع والكلامنتينا، فانا مش بحطها في التلاجة، انا بحب اسيبها بره كده على الرخامة. عندي الطبق البلاستيك ده مخصص لغسيل الفاكهة والخضروات والحاجات دي، فانا بحطهم زي ما انتوا شايفينهم كده. مش بحب ان انا اعينهم في التلاجة عشان الجو بدأ يعني يبرد شوية، وهم اساسا معروفين ان هم في الشتاء. والموز نفس الحكاية، بس الموز بسيبه في كيس وبقفل عليه، مش بسيبه كده من غير كيس، لا. او حتى لو هتحطيه في حاجة برضو ما تحطيهوش من غير كيس. وممكن ورق جرايد، تلفيه في ورق جرايد كويس جدا عشان ما يسودش. فبسيبه زي ما انتوا شايفين كده على الرخامة، او تعينيه مثلا مكان ما انت عايزة. بس في التلاجة طبعا لا، في ناس بيحطوه في التلاجة بس في الصيف. وخلاص بقى دخلت بقى على الأنبوبة علشان أغيرها. قلت هفكها الأول، بس بقفلها تمام. لازم تقفلي الأنبوبة كويس. على فكرة الجهاز ده أنا جايباه من زمان، حلو وهيريحك. لو مثلا الأنبوبة مثلا سنها يعني سايب شوية أو مفوت شوية، بتركبي الجهاز ده. هو بيجي معاه المفتاح بتاعه، هتشوفوه دلوقتي، وبيتركب فيه الجلدة. يعني مش بنركبها في الصامولة اللي ورا دي، لا. واللي ورا ده المنظم بتاع البوتاجاز. المنظم ده بيعلى وبيوطى، يعني ممكن تعلي النار وممكن توطي النار من المنظم اللي ورا اللي ماسك في الخرطوم. لكن انا الجهاز ده عشان خاطر سن الانبوبة. خلاص، فانا بشيله زي ما انتوا شايفين كده، والجلدة اهي محطوطة، دي الجلدة بتاعته. انا بشيلها وبركب جلدة تانية. خلاص انا حطيت جلدة تانية. على فكرة خليكوا تركزوا على الجلدة التخينة، بلاش تركزوا على الجلدة الرفيعة. بقوم مثبتاها على سن الانبوبة بالظبط. انا لسه ما فتحتش الانبوبة. وبعدين هردخل الحديدة اللي بتمسك الاول، الحديدة العريضة دي، وبعدين بقفل بقى الصواميل واتك عليها كويس جدا بالمفتاح. لازم تربطي عليها جدا بالمفتاح ده علشان هتعملي بعد كده اختبار. انا بعمل اختبار بالصابون، مش بحب اعمل اختبار بالنار. خلاص اعملي اختبار بالصابون، وان شاء الله يعني يكون هو ده المطلوب منك. يا رب اكون فدتكم في الفيديو، وحاولي تاخدي بالك وانتي بتركبيها، وربنا يسترها معانا جميعا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، وربنا يكرمكم ويسعد ايامكم يا رب، يروق بالكم دايما. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه علشان اللايك بيرفع من معنويتي. وربنا يكرمكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله.